السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجريمة ديال اليوم غادي ترجع بنا لسنة 2016 وبمدينة جديدة، وبالضبط في واحد الدوار اللي تابع لمدينة جديدة. واحد الزوج اللي كانت المهنة ديالو بائع في الأسواق الأسبوعية. هاد السيد هذا اللي كان كيبلغ من العمر 34 سنة كان كيمشي للسواق وكيبيع ويشري فيهم، وكانت هذه هي المهنة ديالو. كان متزوج بواحد البنت اللي كان الاسم ديالها حنان، وكان العمر ديالها 26 سنة. الزوج هادو كانوا عايشين الحياة ديالهم عادية بخير ولا خير في وسط واحد الدوار اللي كانوا عايشين بحال العائلة. وكما كتعرفوا الدواوير في المناطق النائية فكيكونوا بحال شي أسرة وحدة. هاد والد وهاد حنان كانوا عايشين حياة عادية، وفي هاد الدوار هذا كان كيعيش واحد المختل عقليا. هاد المختل عقليا حتى شي واحد ما عرف الأصل ديالو أو لا الاسم ديالو، ولكن الناس ديال الدوار كانوا كيعطفوا عليه وكانوا كيعتبروه واحد منهم، بحكم انه عاش وسطهم واحد المده اللي هي طويله. كانوا كيعطيوه ياكل وكانوا كيعطيوه الحوايج والامور غاديه بخير وبسلام. في شهر اكتوبر من سنه 2006 هذا الوالد هذا غادي يرجع من السوق، ولكن لما غادي يوصل المنزل ديالو فما غاديش يلقى حنان اي الزوجه ديالو. غادي يخرج وغادي يبقى يسول عليها الجيران ديالو، ولكن حتى شي واحد ما عارفها فين كاينه. غادي يتصل بالعائله ديالو والعائله ديالها، ولكن حتى شي واحد ما شافها او عرف عليها شي حاجه. وليد من بعد ما قلب في اي بلاصه وما لقاش الزوجه ديالو، غادي يتوجه لعند العناصر ديال الدرك الملكي، وغادي يعاود لهم الحيثيات ديال الاختفاء ديال الزوجه ديالو. العناصر ديال الدرك غادي ياخذوا المعلومات ديال الزوجه ديالو والصوره ديالها، وغادي يديروا ليه محضر بحث لفائده العائله، وغادي يطلبوا منه يرجع بحالاته. وقالوا ليه في حالة لا توفر عندنا اي جديد او اي معلومه بخصوص الزوجه ديالك فاحنا غاديين نخبروك، وانت بدورك الا توصلت لاي معلومه بخصوص الزوجه ديالك فما تنساش تخبرنا. العناصر ديال الدرك داروا الابحاث ديالهم، ولكن حنان ما بان ليها حتى شي اثار. هنا غادي يقولوا ربما كانت على علاقه مع شي واحد وقررت انها تهرب معاه، ومادام ما كاين لا جثه لا والو فما كاينش جريمه، وكيبقى الامر على انه مجرد اختفاء عادي. هذا الاختفاء ديال حنان غادي يتصادف مع واحد الامر اللي ثار الاستغراب ديال الناس ديال الدوار، بحيث انه بغير شي ايام قليله على اختفاء هاد حنان، هاد المختل العقلي اللي كان الاسم ديالو عبد الحي حتى هو غادي يغبر ليه الاثار. الناس ديال الدوار غادي يلاحظوا بان عبد الحي ما بقاش كيبان نهائيا، ولكن حتى شي واحد ما عطى لهذا الموضوع شي اهميه، وقالوا هذاك مختل عقليا ربما راه شد شي طريق او مشى شي بلاصه واحده اخرى. غادي تنسى الموضوع ديالو، وغادي تنسى حتى الموضوع ديال حنان، وغادي تدوز مده طويله على الغياب ديالهم. وليد غادي يرفع دعوه ديال الطلاق غيابيا ضد الزوجه ديالو، غادي يطلق منها وغادي يتزوج بوحده اخرى، وغادي يرزقوا الله زوج ديال الوليدات. غادي تدوز سنين وحتى لسنه 2010 بمدينه وجده. هاد المدينه هذه غادي تستافق على واحد الواقعه ديال واحد الجريمه اللي بشعه، جريمه ديال مقتل واحد الشابه اللي كانت كتبلغ من العمر 24 سنه. العناصر ديال الامن غادي يديروا الابحاث ديالهم والتحريات ديالهم باش يعرفوا السبب اللي وراء المقتل ديال هاد البنت هادي، او الجاني او الجنات اللي وراء هاد الجريمه هادي. الابحاث ديالهم كامله ما غادي تعطي حتى شي نتيجه. هنا غادي يقرروا يجمعوا اي واحد مشكوك في الامر ديالو، وغادي يجمعوا كذلك حتى هذوك المتشردين والمختل العقليين. ومن بين هاد الناس اللي غادي يجمعوهم عبد الحي. هاد عبد الحي هو داك المختل عقليا اللي كان كيعيش في الدوار اللي كان كيعيش فيه والد والزوجه ديالو اللي اختفت سنه 2016. غادي يشدوه وغادي يديوه للكوميساريه. لما غادي يبداو يحقوا معاه غادي يلاحظوا واحد الامر، هو ان هذا عبد الحي هذا كان واحد الشخص اللي مثبت وكيعرف اش كيقول، ماشي مختل عقليا. غادي يشكوا في الامر ديالو وغادي يقرروا يحقوا معاه مزيان. هذا عبد الحي هذا غادي يحاول يراوغ ويتهرب، ولكن العناصر ديال الامن والضغط اللي مارسوا عليه غادي يعطي واحد النتيجه اللي كانت صادمه لواحد الدرجه كبيره. من بعد ما حدوا العناصر ديال الامن الهويه ديال هذا عبد الحي هذا من خلال البصمات اللي ترفعات من الاصابع ديالو، غادي يلقاو على انه مبحوث عليه في جريمه ديال القتل ديال الزوجه ديالو سنه 2006 بمدينه العيون.
من 2006 وهذا السيد مختفي ومبحوث عليه الحدود اليوم، وحتى شي واحد ما قدر يتوصل ليه بالعناصر ديال الامن ديال مدينة العيون ولا الشرطة المغربية ما قدروش يتوصلوا ليه نهائيا. هنا العناصر ديال الامن غادي يواجهوه بهذا الامر هذا. السيد غادي يعترف وغادي يقول لهم فعلا باللي هو كان مبحوث عليه بقضية ديال مقتل الزوجة ديالو وهاد الجريمة اللي وقعت في سنة 2006، ومن هذيك الساعة هو مختفي على الأنظار حتى لهذا النهار هذا، اللي غادي يتم الإلقاء القبض عليه بسبب الجريمة اللي ما تعرفش الحدود اللحظة المرتكب ديالها، واللي راحت ضحيتها شابة بمدينة وجدة. العناصر ديال الأمن لما غادي يبداو يحقوا مع هذا عبد الحي هذا على فين اختفى هاد المدة كاملة، غادي يعاود ليهم القصة وغادي يقول لهم باللي من بعد ما ارتكب الجريمة ديالو غادي يتوجه لمدينة جديدة وغادي يستقر به الحال في واحد الدوار. في داك الدوار غادي يعيش سنوات طويلة مع دوك الناس كانوا كيتهلاو فيه وكيعاملوه مزيان، وهو كان مخبي على الأنظار ديال الشرطة ديال المغرب. ولكن حتى لسنة 2016 تما غادي توقع واحد الحاجة اللي غادي تخليه يغادر هذاك الدوار ويتوجه لمدينة وجدة. هاد عبد الحي هذا غادي يقول لهم باللي كان عايش في داك الدوار، ولكن واحد النهار غادي يشوف واحد الجريمة اللي بشعة، واحد السيد اللي قتل الزوجة ديالو ودفنها حدا المنزل ديالو في واحد الأرض فلاحية اللي في الملكية ديالو. هنا عبد الحي بحكم أنه كان بحث عليه ومن بعد هاد الجريمة هادي كان عارف باللي الدنيا غادي ترون والمخزن غادي يدخلوا لهذيك المنطقة وغادي يبداو الأبحاث والتحقيقات، وقال ربما يتكتشف الأمر ديالو. هنا قرر أنه يخوي داك الدوار ويتوجه لمدينة وجدة. هنا لما غادي يسولوه على هاد الجريمة اللي كان شاهد عليها غادي يقول لهم باللي واحد السيد اللي الاسم ديالو وليد وكان كساكن في داك الدوار في واحد النهار غادي يبدا يضرب في الزوجة ديالو حتى غادي تموت، ومن بعدها غادي يهزها وغادي يدفنها في واحد الأرض فلاحية اللي كانت في الملكية ديالو، وبالضبط غادي يرمي الجثة ديالها في داك البير اللي كان في ديك الأرض، ومن بعد غادي يسد هذاك البير نهائيا. العناصر ديال الأمن ديال مدينة وجدة مع التنسيق مع العناصر ديال الدرك الملكي مدينة الجديدة غادي ينسقوا مع بعضياتهم، ومن بعدها غادي يهزوا هاد عبد الحي لمدينة الجديدة وغادي يتوجهوا به لهداك الدوار وغادي يوريهم هداك المكان اللي ترمات فيه هاد الزوجة هادي. غادي يحلوا هداك البير وبالفعل غادي يستخرجوا الجثة ديال هاد الزوجة هادي اللي كانت متحلة واللي تبقى منها فقط غير العظام بشرية. هاد الزوجة هادي هي نفسها حنان اللي بلغ بالزوج ديالها سنة 2016 بالاختفاء ديالها وما بانش ليها الآثار حتى لدابا. هنا العناصر ديال الدرك غادي يلقيو القبض على هاد وليد هذا وغادي يقتادوه للمخفر ديال الدرك الملكي. غادي يواجهوه بهاد المعطيات وبهاد الأدلة وبالشهادة ديال عبد الحي هذا. السيد غادي يلقى راسو محاصر وغادي يعرف باللي الإنكار ديالو ما عنده فاش ينفعو، وغادي يعرف باللي الإنكار ديالو ما عنده فاش ينفعو، وغادي يعترف بارتكابه الجريمة ديال مقتل ديال الزوجة ديالو. لما العناصر ديال الدرك غادي يسولوا هاد عبد الحي على السبب اللي خلاه يرتكب هاد الجريمة هادي، غادي يجاوبهم عبد الحي وغادي يقول لهم كنت كنشك باللي هي كتخونني، وغادي يسولوه واش كان عندك شي دليل او شي اثبات بانها كانت كتخونك. غادي يقول لهم لا، راه كنت غير كنشك فيها. هنا غادي يدار محضر رسمي لهاد الوالد هذا وغادي يتوجه ليه التهمة ديال القتل واخفاء معالم الجريمة، وغادي يتعرض على القضاء وغادي يصدر في حقه حكم ديال المؤبد. اما عبد الحي هذاك المختل عقليا فغادي يترسل لمدينة العيون وغادي يتم المتابعة ديالو بجريمة ديال مقتل ديال الزوجة ديالو. من بعد ما استمعوا ليه العناصر ديال الأمن واعترف بالجريمة ديالو غادي يدار له محضر رسمي كيتضمن الأقوال والاعترافات ديالو، غادي يتوجه ليه التهمة ديال القتل، وهو بدوره غادي يتعرض على القضاء وغادي يصدر في حقه حكم بالمؤبد. متابعينا الكرام، كانت هذه هي أطوار وتفاصيل قضية وجريمة اليوم. نتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منها، وكذلك تكونوا خديتوا العبرة من هذه القصص، ونتلاقاو في قصة أخرى جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.